لماذا في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد ونحن؟ لأنه هو سيدنا بس، قال أنا سيد ولد آدم، ولتغير العرف. والأذان ألفاظه ليست قرآنية ويجوز الزيادة عليها، قلنا كده كذا مرة، ألفاظ الأذان ليست قرآنية، بل الأذان ورد في 16 صيغة بالأسانيد المتصلة. اللي أنت بتسمعه ده بقى لك سنين، ده إحدى الصيغ من 1 على 16 من الصيغ اللي واردة عن النبي في الأذان. فهمت إزاي؟ فالأذان ده ليس قرآنا يجوز الزيادة فيه، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من بلال بيقول له الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، فالنبي قال له إيه؟ اجعلها في أذانك يا بلال. لكن النبي عمره ما سمع من واحد كلمة قال له اجعلها في قرآنك. فيبقى الأذان يجوز الزيادة فيه طالما هيؤدي إلى نفس المعنى. فهمت بقى إزاي؟ لما تغير العرف مع العلم بجواز الزيادة في الأذان بما لا يكر على معناه بالبطلان، وصار النداء بالاسم المجرد فيه نوع انتقاص، لأن احنا أيام النبي كان النداء بالاسم المجرد لا انتقاص فيه، بل كمال التكريم إنك تنادي الإنسان باسمه، لدرجة إن عبد الله بن عمر يقابل أبوه عمر يقول له يا عمر، يقوم يقول له نعم يا حبيبي. طب انت روح قابل ابوك وناديه باسم المجرد، هيقول لك يا قليل الادب، انا ابوك يا قليل الادب، ازاي تقول لي كده؟ صح ولا لا؟ ويمكن كمان يرد عليك بالشبشب، لان تغير العرف. تغير العرف ده احنا قايلين ان من ضمن ايه مذهب الشافعي قام على ايه؟ على 5 قواعد. اليقين لا يزول بالشك، والامور بمقاصدها، والضرر يزال، مش كده برضه؟ والتيسير يجلب المعسور لا يسقط بالميسور، المشقة تجلب التيسير يعني، واخد بالك؟ والأخير العادة محكمة، فإذا تغيرت العادة تغير الحكم. ده مذهب الشافعية كده. فلما تغيرت عادة الناس في النداء بالاسم المجرد ودل على الانتقاص والإيذاء، وجب على المسلمين أن يرجعوا إلى أصل دينهم وهو توقير النبي. احنا مطلوبين الأصل أننا نوقر النبي في كل زمان في كل زمان في كل وقت في كل وقت، مهما تغيرت الأعراف. فاختاروا لفظ السيادة في الأذان حتى يحققوا التوقير الذي هو أصل العلاقة بيننا وبين النبي، التوقير والحب والاتباع. أصل علاقتنا بالنبي التوقير والحب والاتباع. فلما جاء النداء بالاسم المجرد أكر على الإنسان إيه؟ النداء بالاسم المجرد بسبب تغير العرف، فصار لا توقير. فقالوا لا، نقدم التوقير لتغير العرف، فحط سيدنا هنا. واضح؟ خصوصا ان نشأت فرقة وانت عارفها، هم مين؟ الوهابية، ما بنخافش منهم، خوارج هذا العصر. طلعت في كده فجأة لا توقر النبي ولا تعترف بواسطته ولا وساطته، وتجعل اللي بيستغيث بالنبي أو يتوسل بالنبي مشرك، وتقول أن زيارة النبي غير واجبة بل زيارة المسجد وغير مستحبة حتى عندهم، وأن أبوه وأمه في النار، وإنه بشر معتاد، وإنه مات ولا يدري ما تفعل أمته، وإنه أنتوا عارفين قالوا إيه على كتير عن النبي. فلما نشأت هذه الطائفة وقالت لملوكها جلالة الملك وجت في النبي قالت محمد حاف كده، قلنا لا بقى، ده احنا لازم ايه نبارزهم بخلاف معتقدهم، فلازم نقول في مساجدنا وفي ميكروفاتنا علشان يخشوا في اذانهم لعلهم يتعظوا اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. فهمت بقى ازاي؟ فاضفناها ردا على الوهابيه، لان هؤلاء هم فتنه العصر. فهمت؟ ويجب مخالفه اهل الفتن والبدع. لما حصل عصر النواصب اللي هم نصبوا سيدنا علي بالعداء ايام الدوله الامويه، لدرجه كانوا يلعنوا سيدنا علي على المنابر، واللي ما يلعنش سيدنا علي على المنبر امن الدوله يبقوا واقفين على باب الجامع يقبضوا عليه، ايام الامويين النواصب. فهمت ازاي؟ فجت طائفه من اهل السنه اللي هم سموا نفسهم الشيعه قبل ظهور الروافض، اللي هم متشيعين لسيدنا علي، اللي هم بيحترموا سيدنا علي، غير الروافض اللي هم بيسبوا الشيخين اللي هم مالناش دعوه بيهم. فقالوا ايه؟ احنا هنضيف في اذاننا بعد واشهد ان محمد رسول الله نقول واشهد ان عليا ولي الله. فاضافوا في الاذان اشهد ان عليا ولي الله لطروء الحاجه اليه في عصرهم، حتى يبينوا علاقتهم بسيدنا علي ان هي ليست كعلاقه من عاد سيدنا علي. فهمت بقى؟ بيبينوا شعارهم.
ثم لما ايه انقضت الدولة الأموية، واخد بالك ازاي، خلاص اتشال كلمة أن علي ولي الله، لأنه خلاص بقى الكل أولياء لسيدنا علي واتحلت المشكلة، ما بقاش في حد بيلعن سيدنا علي. احنا لما نشأت الايه الفرقة الوهابية مع تغير العرف قلنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. فهمت بقى ازاي؟ في الصلاة والأذان والإقامة. ولو عايز تعرف أدلة أخرى اشتري كتاب تشنيف الآذان في استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام للسيد أحمد الصديق الغماري، اسمه إيه؟ تشنيف الآذان. تشتري من مكتبة دار جوامع الكلم جنب مسجد إيه؟ سيدي صالح الجعفري. روح قول له عايز كتاب تشنيف الآذان يدولك على طول. ما معنى قول الشيخ الأكبر ابن عربي في إحدى صلواته: فلا تتحرك ذرة في الكون إلا بعلمه ولا تسكن إلا بحكمه لأنه مظهر يعني بعلم النبي من حيث روحانيته. فهمت بقى ازاي؟ ولا تسكن الا بحكمه. ليه؟ لان النبي هو مظهر تدبير الله في الاكوان. اذا كان ربنا في القران بيقول على الملائكه ايه؟ سمع معايا، مش هتحفظ قران؟ سمع معايا: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات فالمدبرات. الله، يبقى في ملائكه ربنا سماهم مدبرات يدبروا، والملائكة لا تدبر إلا بمدد من مين؟ من الرحمة للعالمين. فتدبير الملائكة من خلال إيه؟ استمدادهم من الرحمة، والرحمة النبي. يبقى ما فيش شيء يدبر في الأكوان من خلال حتى تدبير الملائكة على وفق مراد الله بإعلامهم إلا عن طريق إيه؟ عن طريق إمداد الرحمة، وإمداد الرحمة في الأكوان اللي هو النبي. فهمت بقى يا أستاذ؟ فالحكاية سهلة بدليل القرآن: مدبرات أمره. يقول لك لا المدبر هو الله. طب يبقى الآية دي شرك؟ امسحها يا وهابي، لأحسن الآية دي شرك. ما هو لو الوهابية هم اللي بيكتبوا القرآن كانوا زمانهم عملوا طبعة جديدة ومنقحة. ده هم بيقول إيه؟ ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. هم عايزين يعملوا طبعة مزيدة ومنقحة من القرآن. إيه؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ويشتي برسوله في الطبعة الجديدة الوهابية. فهمت ازاي؟ هيغيروا القرآن. ليه؟ لأن اللي هيقول ورسوله بعد وفاته يبقى بيستمد من إيه؟ من غائب، كأن الوفاة غياب، والنبي ربنا بيقول شاهد. ازاي الشاهد يغيب؟ عشان تعرف ان الوهابية عملوا لوسة في عقائد بعض المسلمين. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لو انت ما مرتش بيك الكورونا الوهابي في العقيدة، يعني واخد بالك، يعني واحد وهابي عطس في وشك فلقطت منه الكورونا الوهابية، واخد بالك ازاي؟ فدخلت في قلبك، فتيجي تقرا كلام سيدنا ايه الأكبر في صلاته: فلا تتحرك ذرة في الكون إلا بعلمه. أعوذ بالله، أعوذ بالله، إيه ده شرك. ولا تسكن إلا بحكم، أعوذ بالله، ده شرك، لأنه مظهر الحق ومعدن السر. أعوذ بالله، خلوا النبي هو الله، نعوذ بالله من بلاء الله. يبقى ده حكم فهمه ضيق جدا، لأن احنا قلنا المظهر مخلوق والظاهر خالق، والنبي مظهر، واخد بالك، دون أن يتقيد الظاهر في المظاهر. التجلي مخلوق والمتجلي قديم يا وهابي. وعلشان كده السؤال ده دليل ان اللي كتبه وعلق في ذهنه مشكلة ايه كورونا وهابية، ايه لقطها من بعض ايه من بعض الخطب الوهابية او بعض المنشورات الوهابية. فخد بالك انك انت ايه لازم تاخد التطعيم بتاع الدكتور يسري، مش فايزر بقى، تطعيم الدكتور يسري ضد الوهابية. فده نقطة مهمة جدا، التطعيم اليسري بلا تطعيم فايزر، واخد بالك ازاي، وغيره. وتطعيم الدكتور علي جمعة، وتطعيم أسامة الأزهري وعلي الجفري وكل الناس اللي عقيدة سليمة، والشيخ أحمد الطيب، والأزهر الأصلي مش الأزهر التايواني. لازم تطعم بهذا كله. لكن أنت عارف الأزهر التايواني؟ ده حاجة تانية ما نعرفوش. في الجهر بالبسملة في الفاتحة، هل يجوز الجهر بها ركعة والإصرار بها الثانية، أم يجب الجهر أو الإصرار مطلقا؟ عند الشافعية قالوا الجهر بالبسملة لأنها آية من الفاتحة، يجهر بها حيث الجهر ويسر بها حيث السر. ده رأي الشافعية. وفي وجه عند الشافعية غريب وإن كان قوي الإسناد،
في وجه عند الشافعية بس مش معمول بيه، الجهر بالاستعاذة كمان. يعني ايه، هتبتدي الصلاة اهو انت امام بالناس، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الى اخر الفتح. لو واحد وهابي بيصلي وراك هتجيله سكتة قلبية. واخد بالك ازاي؟ مع ان ده وجه عند الشافعية، الجهر بالاستعاذة ايضا مع البسملة. كويس. واحد اهل الله الصالحين الاولياء الصالحين كان ايه، كان في مؤتمر مؤتمرات حكاها لي الدكتور جمال هنود، راجل من ايه، من الاولياء الصالحين، اللي هو الشيخ احمد رضوان لو انتوا عارفين، اللي هو كان ايام عبد الناصر يعني. بيصلي خلف واحد من علماء الايه الازهر الاحناف، فهو ما كانش بيصلي امام لانه كان كثير الامراض وكان ضعيف، صوته ضعيف، فكان لما يجي يصلي يقدم واحد. فهو كان هو حاضر بقى مؤتمر من المؤتمرات، وبعدين ايه قدمه ايه راجل من ايه اساتذه الازهر الكبار، علمه كبيره في الازهر ايه، وحنفي. الاحناف عندهم يسر بالبسمله ويجهر بايه، بالحمد لله رب العالمين. فالراجل حنفي بيعمل بمقتضى مذهبه، واخد بالك. فبعد ما خلص الصلاه الشيخ احمد رضوان وراه على طول، بقول له يا مولانا انت لا تجهر بالبسمله لماذا؟ قال لاني حنفي. قال وهل البسمله عوره تسرها؟ هو ما ناقشوش في المذهب ولا قال له هي بسم الله الرحمن الرحيم دي عوره يا ابني، بتقولها في السر خايف الناس تسمعها؟ حاجه غريبه قوي. لكن انت لا تنظر الى اثر تستدل به على شيء، لان هذا الاثر اللي انت قراته عن البيهقي قراه العلماء كلهم، وبالرغم من كده اختلفوا في المذهب. فما تخبش ان الاثر ده انت قريته النهارده والعلماء ابو حنيفه فاتوا، والامام الشافعي ما قراهوش، والامام مالك ما قراهوش، والامام احمد بن حنبل ما قراهوش. يا شيخ بقى دول ما عرفوهوش وانت اللي عرفته في اخر الزمن؟ وانت الباني؟ ما هو الالباني جالنا في اخر الزمان بقى يصحح على ايه، تصحيح المصححين اللي قبله بقرون وهم اكثر منه علما. يبقى رواه الامام الترمذي وقال حديث حسن غريب او حسن صحيح، يجي يقول لك وضعفه الالباني. يعني انت يا الباني اكتر من الترمذي علما واوسع واقرب عهدا للجيل الصالح ولا لا؟ فاهم؟ فما تظنش يا استاذ انك انت قريت الاثر ده وفات على غيرك، لا، انظر لاقوال العلماء والعقول المتفاوته في فهم الشرع الشريف، وعليك ان تلزم الاحوط واللي هو ابرأ لذمتك بينك وبين مولاك.